درجاتي في العربي طول السنه كانت وحشه جدا، كنت بجيب 8 من 20، 35 من 50، وبجد دي درجاتي الحقيقيه. وعمري ما قفلت في امتحان عربي نهائي. كنت كل درجاتي درجات حراره ودرجات ازاي انا مذاكره، انا جايبه الدرجات دي ازاي. ولكن الحمد لله في امتحان اخر السنه كان الموضوع مختلف تماما. دلوقتي جه دور ان انا اقول لك ازاي تستغل مراجعه مستر محمد صلاح اللي بينزلها على اليوتيوب صح، سواء بقى كنت بدات من اول السنه ونسيت بعض الاجزاء، او لسه ما بداتش خالص ولسه عاوز تسمع المراجعه. ولكن في حاجه، السؤال اللي بيبقى جاي في الامتحان تحديدا بيبقى فيه جزء يعني لف ودوران شويه، لو وقطع تحفظه زي ما سمعت، الحفظ مش عيب. كنت في حوالي في المحاضره 10 ومستر رضا الفاروق في المحاضره 22. دي صعبة جدا جدا وتقيلة جدا ومحتاجة مجهود وحل كتير، يعني حاول تحل كل يوم حتى على أهلا بيكم ثانوية عامة 2025، أتمنى تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم على العربي وازاي تذاكره بكل فروعه، وازاي تحاول تمشي العربي مع مراجعة مستر محمد صلاح اللي على اليوتيوب. عارفه ان انا متاخره عليكم بجد، يعني سامحوني. كان المفروض الفيديو ده ينزل من حوالي 3 ايام قبل المراجعه اللي نزلت على اليوتيوب، بس بجد مضغوطه جدا، والفتره دي تو ماتش عليا، بمتحن وكوزات ومترم ومعرفش عملي وكتير مش قادره والله اتنفس فيها. ولكن عشان خاطركم بصور لكم الفيديو ده ان شاء الله. ولكن قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. يلا نشوف الفيديو. اول حاجه هنتكلم فيها، كنت باخد عربي مع مين في ثالثه ثانوي؟ انا كنت باخد عربي مع مستر رضا الفاروق. بصوا، هو مستر رضا الفاروق ومستر محمد صلاح الاتنين كويسين جدا وما اقدرش افضل واحد عن واحد. ولكن السبب ان انا خدت مع مستر رضا الفاروق ان انا اول حد جربته في العربي عامه جربت مستر رضا الفاروق، فما غيرتش ولا سمعت حد تاني. لقيت شرحه عجبني وفهمت منه، خلاص انا هشترك معاه ومش هشتت نفسي ان انا اسمع حد تاني علشان مثلا ما اقولش ده لا احسن ولا ده واقارن بين ده وده. فانا خدت معاه وخلاص واعتمدت عليه طول السنه وما جربتش اي حد غيره. فحوار ان انا اقولك تشترك مع مين، مستر رضا الفاروق او مستر محمد صلاح، انا ما اقدرش ارشح لك حد. الاثنين بالنسبه لي كويسين جدا، سواء اشتركت مع ده او ده صدقني هتقفل عربي ان شاء الله. انا اخويا السنه دي في ثانويه عامه مشترك مع مستر محمد صلاح، ما جربش مستر رضا الفاروق اصلا، مع انه قلت له انا كنت باخد عنده. قال لي لا صحابي بيسمعوا مستر محمد صلاح وشرحه كويس، سمع شرحه وفاهم منه، خلاص هو ثبت معاه. وما قدرتش اقول له اسمع مستر رضا الفاروق. الاثنين كويسين، الاثنين هيوصلوا لك نفس المعلومه وتفهم منهم كويس جدا. فاللي يريحك وتحس انك بتفهم منه اشترك معاه. دلوقتي بقى ندخل على ازاي تذاكروا عربي، او ازاي انا كنت بذاكر اصلا عربي في ثانويه عامه. هقول لكم ستيبس في كل فرع وحاجات تلموا بيها كل فرع في العربي، وبدل ما انتوا شايفوا صعب جدا ما يتلمش، هتحسوا بعد الفيديو ده حاجه بسيطه ويتلم عادي. طبعا عايز اقول لكم لو مراكمين عربي او ما بداتوش الفيديو ده هيفيدكم جدا. ولكن لو مراكمين عربي بالذات، انا كنت مراكمه عربي لحد بعد رمضان، لحد مثلا يوم العيد. انا يوم العيد كنت جايبه اللابتوب والكتب بتاعتي وقاعده في الصاله كده، الضيوف بيدخلوا وانا ماسكه اللابتوب وكتب وبلم المحاضرات. كنت في حوالي في المحاضره 10 ومستر رضا الفاروق في المحاضره 22، وده بجد بدون مبالغه. طبعا اللي شاف فيديو الانجليش بتاعي يقول لي يا مريم انت كنتي بادئه انجليش في شهر 3 ومراكمه 12 محاضره في العربي، امال كنت بتذاكري ايه؟ طبعا انا كنت بذاكر كيمياء وفيزياء واحياء وجيولوجيا، وما كنتش براكم فيهم قدر الامكان. يعني لو ركمت درس او حاجه يعني كان الموضوع بيبقى صعب، لازم المه بسرعه، لان مثلا يتراكم عليا عربي وانجليش احسن من يتراكم عليا كيمياء واحياء، يعني الموضوع ده. فصدقوني العربي سهل وقدرت المه في الاخر الحمد لله. طب دلوقتي هقول لكم لميته ازاي. اول فرع هنتكلم عنه هو القراءه والنصوص. القراءه والنصوص عليهم تقريبا نص امتحان عربي ويبقوا من بره المنهج، ولازم تضمن درجتهم. علشان تضمن درجه القراءه والنصوص وهم من بره المنهج لازم كل يوم على الاقل تحل قطعه قراءه وقطعه نصوص. انا لما كان المنهج بيتراكم عليا في العربي كنت كل يوم بحل قطعه قراءه وقطعه نصوص، كان حوالي محدده ساعه في اول يوم او قبل ما انام ان انا لازم احلهم. يعني مثلا من الساعه 9 ل 10 كان لازم كل يوم احل قطعه القراءه وقطعه النصوص، او مثلا بالليل قبل ما انام. ولكن عاوز اقولك حاجه، انت اول ما تيجي تحل قراءه ونصوص في الاول هتغلط كتير، وده طبيعي. ممكن حتى تحل نص الاسئله غلط ونصهم صح. حصلت معايا كتير جدا ان انا حليت نصهم غلط ونصهم صح. ومره افتكر ان انا مره حليت قطعه كنت حليت سؤال واحد بس صح والباقي كله غلط، بس قعدت اعيط والدنيا انهارت معايا. ولكن ما تقلقش، مره مع مره درجاتك هتعلى، وبدل ما تغلط مثلا في نص الاسئله هتغلط في واحده او اتنين ومستواك هيتحسن. ولكن اوعى توقف او تشوف انك نهايه العالم او انك بتغلط دلوقتي فتغلط اخر السنه وتوقف. لازم تحل كتير، ده حلها الوحيد. وبالنسبه للنصوص، النصوص بتبقى شويه معتمد على الادب وشويه معتمده مثلا على البلاغه، لان القراءه المتحرره مش بتبقى مثلا كل الاسئله من بره المنهج، هو بيجيب لك بيدخل فيها البلاغه وبيدخل فيها الادب. هقولك دلوقتي تذاكرهم ازاي. تاني فرع هنتكلم عنه والمفروض تكون ضامن درجته في الامتحان وهو النحو.
لانه حرفيا مبقاش صعب زي الاول، مش بيجيب لك مثلا قطعه كبيره ويحط لك خط تحت كلمه ويقول لك مثلا اعرب ما تحته خط. دلوقتي بقى تشوز، هتقدر تختار الاجابه والموضوع بقى ابسط من الاول بكتير. ولكن عاوز اقول حاجه، النحو صعب في انه بيتنسى بسرعه وعايز حل كتير جدا جدا جدا. كنت بذاكر النحو ان انا مثلا بسمع المحاضره بتاعت مستر رضا الفاروق جزء النحو بس، مش بسمع المحاضره كامله، وابدا احل عليها على طول على الكتاب اللي معايا. كان معايا كتاب الامتحان وكان معايا كتاب الاضواء، بس بصراحه كنت بحل في كتاب الامتحان وكتب مستر رضا الفاروق. فانت هتعمل ايه؟ انت اول ما تسمع درس النحو هتبدا تحله على طول، تحل عليه، هتغلط عادي، يعني طبيعي تغلط. اصلا النحو ده كتير، انت ممكن تكون فاهم الجمله كذا ومثلا في تشكيل معين انت ما شفتوش فتغلط فيها، فتشوف مثلا فيديو حل للكتاب اللي انت بتحله على اليوتيوب. ارشح الفكره دي جدا، انا كنت بعملها. كنت مثلا بعد ما احل كنت افتح اليوتيوب واشوف حد بيحل مثلا صفحه 63 في كتاب الامتحان النحو، وكنت بسمع. مثلا لو انا حل سؤال مثلا صح ولكن هو جمعي صح صدفه، فكنت بعرف ان هي المفروض تبقى صح كده ليه. لو حليته غلط فكان بيقول لي مثلا هو غلط ليه. فاهمين الحوار؟ فدي انسب طريقه نذاكروا بيها نحو. النحو عندنا مثلا 6 يونت، ان الوحدات كتيره ودروس النحو كتيره جدا، ولكن كل واحده مثلا فيها حاجات بتميزها، ودي الحاجات اللي بيركز عليها في الامتحان. يعني مثلا عندك الوحده الاولى بتتكلم عن الهمزات، لازم تكون تعرف تسيق كل جمله وتكتبها صح. يعني الهمزه دي ليه اتعملت على واو وليه اتعملت على السطر، بيلعب فيها جدا في الامتحان. تاني واحدة عندكم مثلا المشتقات، دي صعبة جدا جدا وتقيلة جدا ومحتاجة مجهود وحل كتير. يعني حاول تحل كل يوم حتى على المشتقات شوية، او لما تيجي تذاكر عربي مش لازم كل يوم تراجع على تاني واحدة بتاعت المشتقات. فكل حاجة فيها جزء معين بيركز عليه في الامتحان، وممكن تعرفه في انك لما تيجي تحل من الامتحانات اللي هي بتاعت السنين اللي فاتت تفتح جزء النحو وتبدأ تحله. اخدت مثلا ده في يونت 1 او الوحدة الاولى فانت هتفضل تذاكره. ركز على المشتقات في الوحدة التانية هتبدأ تذاكره، وهكذا. وكل واحدة هتكلم عليكم بتفصيل، ايه من مراجعة نهائية وتراجعوا الحاجات دي ازاي، لا تقلقوا. تالت فرع هنتكلم عنه هو الادب. زي ما قلت لك الادب مرتبط بالنصوص في الامتحان، فهنعمل ايه في الادب؟ هنحفظه. تحفظه زي ما سمعت، الحفظ مش عيب. انا عاوزاك مثلا كل مدرسه مميزه في حاجه في الادب. انا عاوزاك مثلا اول ما تشوف المدرسه دي في الامتحان دماغك تلقط على طول ان هي كانت في المدرسه الفلانيه. عاوزاك تبقى كده، لان اسهل طريقه تحل بيها الادب هي دي. ما تعتمدش مثلا ان الادب مكتوب في الكتاب اللي معاك بتاع اخر السنه، اللي هو البوكلت اللي بيبقى معاك ده هو بيبقى مكتوب فيه اغلب الادب. ولكن في حاجه، السؤال اللي بيبقى جاي في الامتحان تحديدا بيبقى فيه جزء يعني لف ودوران شويه. لو مذاكر كويس هتعرف تحل. لو اعتمدت على كتاب المدرسه ممكن تطلعه عادي، ولكن بعد وقت بقى وهتضيع وقت من الامتحان وكده. فانت هتحفظ الادب. تعال نتكلم بقى دلوقتي بامانه، انت لسه شايف العربي صعب؟ اتكلمنا على القراءه والنصوص وقلت لك انت لو حليت كل يوم حرفيا قطعه قراءه وقطعه نصوص هتضمن نص الامتحان ان شاء الله تحله صح. اتكلمنا عن النحو، ده المفروض تكون ضامن درجاته لانه حرفيا بيجي كوبي بس. كل اللي تعمله تسمع الشرح بتاعه وهتحل عليه وهتفتح الشرح بتاعه على اليوتيوب، الموضوع خلص. اتكلمنا على الادب، قلت لك هتحفظه وهتحفظه عشان بيجي في النصوص اسئله عليه. حرفيا دلوقتي يعني خلصنا 3/4 العربي، لسه البلاغه والموضوع سهل معانا. سواء بدأت او ما بدأتش تقدر تلم العربي. وامتحان عربي اخر السنه مش بيجي صعب، ده اول امتحان والله العظيم يعني نسبة صعوبيته مثلا 50%، وبيجي سهل جدا وبيزكس اساسيه وكلنا نعرف نحلها. فلو قلقان من العربي بعد الفيديو ده اعتقد هتطمن. اخر فرع هنتكلم عنه هو البلاغه. عاوز اقولك ان البلاغه كلها فيديو ساعتين حرفيا لمستر رضا الفاروق او مستر محمد صلاح، هيلملك الدنيا. هتقولي مريم أنا لسه مثلا ما خدتش كل البلاغ عشان اسمع الفيديو كله او بتاع. عاوز اقولك ان البلاغه مش صعبه، والفيديو ساعتين او ساعتين ونص بالكتير، فحرفيا فيديو صغير تقدر تلم بيه كل البلاغه وتحل عليها كويس طول السنه. فانت كل يوم جمعه عاوزاك تسمع الفيديو ده سواء لمستر رضا الفاروق او مستر محمد صلاح، هيعلي مستواك وهتعرف من دلوقتي لاخر سنه تمشي في البلاغه كويس. واصلا ده اللي عملته في البلاغه، يعني حتى لما كنت بذاكرها كنت حاسه ان انا بنساها، ولكن كل يوم جمعه كنت بسمع فيديو البلاغه ده علشان يعني يخليها بيرفكت عندي. اتكلمنا في كل فروع العربي، ما اعتقدش عندك مشكله دلوقتي تقول العربي صعب العربي ما اعرفش ايه. حليت لك كل المشاكل وقلت لك كل فرع حرفيا هتذاكره ازاي. دلوقتي جه دور ان انا اقول لك ازاي تستغل مراجعه مستر محمد صلاح اللي بينزلها على اليوتيوب صح. سواء بقى كنت بدأت من اول السنه ونسيت بعض الاجزاء او لسه ما بدأتش خالص ولسه عاوز تسمع المراجعه. اول حاجه مستر محمد صلاح بينزل على يوم الاثنين المحتوى اللي هيشرحه يوم الاربعاء، وبينزل المحاضره دي او البث المباشر ده كل اسبوعين، يعني اسبوع او اسبوع لا، يعني ال4 ساعات اللي بيشرحهم دول بيكونوا محتوى اسبوعين.
فانت تعمل ايه؟ لو انت مذاكر كويس عربي من اول السنه هتسمع البث المباشر عادي في ميعاده، والموضوع هيبقى كويس معاك وهيفكرك بكل اللي نسيته. طب لو انت ما تعرفش اي حاجه في العربي، اول حاجه انت مش هتروح تسمع المراجعه على طول، يعني ما تروحش تاخد المحتوى بتاعه على طول، لانه حرفيا شايفه ان المحتوى لازم تكون عارف حاجه قبلها. ما تروحش تعتمد على انك مثلا لميت الوحده الاولى في النحو او الوحده التانية في النحو والوحده الاولى في البلاغه، يعني نوت اوكي من اول مره. هتعمل ايه؟ هتروح تراجعهم لوحدك مع المستر بتاعك، سواء كنت بتاخد سنتر او اونلاين. فتحاول تفتكر الشرح مثلا بتاع المستر اللي شرحه لك في السنتر، هتحاول تسمع اي حد على اليوتيوب. ما تسمعش المراجعه دي مره واحده، لان دي كل اللي هو قايله مراجعه، يعني اوريدي مش شرح بقى بالتفصيل الممل. هو بيشرح كويس وهيفهمك كل حاجه، ولكن مش زي الشرح الاساسي، فانت محتاج تسمع شرح قبلها وبعدين تسمع المراجعه. لو كنت اصلا مذاكر عربي فانت تسمع المراجعه على طول عادي. عاوز اقول حاجه، لو انت كنت من اول السنه مذاكر عربي بس نسيت او كده، فانت شوف البث المباشر يوم الاربعاء عادي في ميعاده لو فاضي. ولكن لو ما كنتش مذاكر اي حاجه من اول السنه او ما تعرفش حاجه العربي، فمش شرط تلتزم في الميعاد اللي هو منزله فيه. شوف الوقت اللي انت فاضي فيه بعد ما ذاكرت الجزء اللي هيشرحه في البث المباشر، سواء بقى بعدها بيوم بعدها بيومين. قبل البث المباشر التاني لازم تكون خلصانه وخلاص، مش لازم تكون في نفس اليوم او نفس الاسبوع، ولكن لازم تكون مذاكر قبلها الجزء اللي هو هيراجعه، لان زي ما قلت لك المراجعه مش زي الشرح. فدي احسن طريقه تسمع بيها مراجعه مستر محمد صلاح اللي على اليوتيوب. عاوز اقول لكم حاجه اخيره تطمنكم قبل نهايه الفيديو. درجاتي في العربي طول السنه كانت وحشه جدا، كنت بجيب 8 من 20، 35 من 50، وبجد دي درجاتي الحقيقيه. وعمري ما قفلت في امتحان عربي نهائي. كنت كل درجاتي درجات حراره ودرجات ازاي انا مذاكره، انا جايبه الدرجات دي ازاي. ولكن الحمد لله في امتحان اخر السنه كان الموضوع مختلف تماما. فلو جبت درجات وحشه في درجات الدروس في مستر محمد صلاح، مستر رضا الفاروق، درجات السنتر، عادي جدا، ما تاخدش الموضوع على اعصابك، وده درجه اخر السنه العادي. انا كنت بغلط في ليالي الامتحان حرفيا. اعتقد دلوقتي ان احنا وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ولو عندكم اي استفسار او اي حاجه اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله هحاول ارد عليكم كلكم. مع السلامه.